عليكم. باش نكونوا واضحين، الرساله اليوم الرئيس الجزائري، شوف ولدي، تعاملنا معك مزيان، الكرم، الابناء جاوا للوطن ديالك، جاوا شافوا اوروبا، المغرب والتطورات اللي كاينه في المغرب. نتمنى التفكير يتبدل، نتمنى نمط العيش يتبدل، لان المغربي عايش كريم. رساله اليوم راه واضحه، الرئيس تاع الجزائر، عاوده ولدي الحسابات ديالك، عاوده ولدي الاوراق ديالك، الخساره كنا عارفينكم غادي تخسروا، ان دايرين لكم خاطركم وكذا شي باس ما كاين. المهم المطار كان ترحيب رائع، رحبنا فيكم في المطار، نمشيو للهرن، سلامه، باي باي. هذا خطا فادح انكم فكرتوا بزاف تمشوا بعيد. هاد الخرجات اللي كدير خرجات سبيانيه، المره الثالثه وانا كنقول لك هاد الشيء هذا ما عنده فين يوصلك. وهادوك اللي كيقولوا لك واخا مزيان برافو لك، راه كيضحكوا عليك. عرفتي علاش؟ حيت هادوك ما يتحاسبوش معاك، ما تمشي عند الله سبحانه وتعالى. لغه الجمع اللي كتعمل انت من الجهلاء، ديما ما تعممش، ما تبقاش تجمع كلشي. فين ما مشيتي كاين المزيان والعيان. خص الاب ديالك يراجع معاك شويه الدروس، ولا يقريك شي حاجه. انت الاستاذ ديالك وما احترمتيش، استاذ ديالك وما احترمتيش. اتق الله شويه وراجع نفسك، ودائما دير في بالك انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هاد الخرجات اللي كدير اولا هاد 2 دراهم اللي كيعطيوك ما عندهم فين يوصلوك. راجع راسك شويه، خليك حلو كما كيقولوا، حيت راك بساليتي يا صاحبي، بساليتي وعيقتي بزاف بالدارجه كما كنقولوا. اتق الله شويه يا صاحبي. عندك مشكل مع شي واحد، خصك صاحبك كما كنقولوا نيجا، وجه الكلام مخصص، ما تعممش. تحياتي للرجال، الله يدير شي تعود الخير، وهذا كيبقى غير الراي ديالي. السلام عليكم ورحمه الله.